السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بالف خير يا رب العالمين. اليوم نقدم معكم كغاتان في الكوشه. يعني هذا الكغاتان غني، يعني يعجب بزاف اطفالكم. جربوه وشوفوا الوصفه معايا واش درت انايا. نبداو اول حاجه، نبداو في قليت الصدر الدجاج مع لي زابا في الزيت. من بعد ضفت زوج حبات بصل كبار، يعني قطعتهم شرائح وقليتهم. بعد ما نحيت طبعا لي زابا تاوعي، عاودت قليت في هذاك الزيت اللي قليت فيه الصدر الدجاج مع لي زابا، عاودت قليت فيهم زوج حبات بصل مع شرائح تاع المعدنوس، يعني قطعت كل رقيق وعاودت قليته في الزيت. هذاك الزيت ما ترميهش، قلي فيه البصل تاعك. من بعد واش درت؟ غليت الروز تاعي مليح في الماء وشويه ملح. من بعد واش زيد درت؟ قليت البطاطا وحدها، قيس زوج مقالي ولا حسب الحاجه انت افراد الاسره. وكنت قطعت الجزر تاني الى شرائح صغيره، وفورتها فوق البخار تاع الماء. يعني ما نقليوهاش، نفوروها ما تعطينا رطوبه في الكغاتان تاعنا. أه و لي زيبيس نديرو غير هادوما، نديرو غير الملح. لي زيبيس نديروهم مع الاخر كي نبداو نخلطو في الخليط تاعنا. دوك تشوفوا الوصفه معايا. الارز من الافضل تصفيه مليح من الماء، يعني تعبزيه بالملعقه تاعك بيان حتى يخرج الماء كاع. نغليوه حتى يطيب لنا. الارز من الافضل الابيض، الارز الابيض هو اللي يجيبني في لي كغاتا. وهنا وشنو هادو هما؟ بديت بلي زابا تاوعي ودرت لهم شويه صدر تاع الدجاج، قليتهم في المقلاة في قليل من الملح والزيت. من بعد قليت البصل تاعي فيه، هذوك اللي قلت لكم، والجزر بالطبع فورته فوق البخار تاع الماء. وها هو البصل كنت قليته مع المعدنوس بقليل من الملح في الزيت تاع لي زابان تاوعي. والبطاطا بالطبع زوج مقالي ولا حسب الحاجه. عندي 5 حبات بيض هنايا. واش درت؟ نبداو نحضروا الاناء تاعنا اللي حنخلطوا فيه، نحطوا الارز. هاكو تشوفوا راهو ما فيه حتى قطره تاع الماء، لازم تنشفيه تحطيه يقطر في الكسكاس وتزيدي تعبزيه بالملعقه جيدا. حطينا البطاطا حسب الحاجه او حسب افراد الاسره. وحطينا هنايا زوج حبات بصل كبار، كنت قطعتهم ذوبتهم مليح مع المعدنوس يعني قليتهم بيان في الزيت تاع لي زابا. يعني قلت لكم قليو قبل لي زابا تاعكم وصدر الدجاج. من بعد ضيفوا البصل تاعكم اللي هو زوج حبات مع اغصان تاع المعدنوس. وهنا الجزر كنت فورته في بخار الماء حتى طاب لي جيدا. هذا الجزر يعطي بنه يعني لهذا الكغاتان، يعني هذه وجبه كامله. وهنايا درت لي زابا بالطبع وقطعتهم صغار. لي زابا قليتهم كما قلت لكم شويه قليل من الملح. دوك نبدا ندير لي زيبيس تاوعي. درت قليل من الملح فقط لخاطر ديجا كنت درت الملح في كاع المكونات. وهنا البيض 5 حبات بيض. انت يعني حبيتي تزيدي تضيفي اكثر من 5 يجيك بنين. البيض قد ما يتشمخ بالبيض البيض حيجمد ويجي بنين بزاف. الطابق تحبي تزيدي ديري حتى 8 حبات، ديري 8 حبات حسب الحاجه اللي عندك. لازم يكون مشمخ باش يجمد لك الكغاتان تاعك ويجي قطع شابه. عندنا هنا قليل من الفلفل الكحل، هو الفلفل الاسود. عندنا قليل فقط من القرفه. وطبعا المعدنوس اللي ما نستغناوش عليه هو والبصل، يعطي بزاف بنه لهذا الطبق. يعني جربوه، راهو هذا الطبق مغذي. ومعناتها يجوا اولادك من المسيد، يعني من المدرسه، يلقاو هذا ولا غير يعجبهم بزاف. ما يحبوش ياكلوا الخبز. الرز يعني يعوض الخبز، راهو نشويات ويقعد يشد في الجسم تاع الانسان مده كامله وانتي ما تحسيش بالجوع. يعني نهار كامل ما تحسيش بالجوع. جربي هذا الطبق، يعني يوالم بزاف الاطفال في المدرسه. فهذا تاع تمتم يوجد. الدهني المول تاعك من الافضل تسخني المول تاعك، تسخنيه جيدا، دهنيه بيان وتحطي تعبزي بالملعقه تاعك. تعبزي جيدا بالملعقه باش يجيك القطع شابه. تجيك قطع شابه. وتضغطي جيدا بالملعقه على هذه الكيفيه. وانتي المول اللي حبيتي ديري مول كبير، ديري مول كبير.
انا حبيت ندير هكا باش يجيني شباب، كل واحد يدي. صدقوني جربوا هدايا الكراتان والله غير يعجبكم بزاف اخواتي. ماذا بيا تجربوا وصفاتي وتكتبوا لي في التعاليق لا جربتوه ولا درتوه، تفرحوني. ماذا بيا ديروا الوصفات تاوعي باش نطوروا القناه تاعنا. راكو تشوفوا راني دهنت، انا درت في هذا المول حتى كي تجيك ضيف على غفله، يعني هذا الطبق بنين وراقي، يعني في المنظر تاعو راقي. نزيدو نحطو. انا دوكا هدايا حنديرلو شويه مرق، انتي تحبي ديريه تكتفي غير بالطبق هدايا يعني في الفرن، يعني بهذا الطبق فقط. تقدري ما ديريش المرق. المرق ماشي لازم. اللي يحب برك المرق، حبيت ندخل فيه شويه مرق. تكتفي بهدايا ديريكتومون يعطيك يعني طبق مشبع، يشبع يعني كما يقولوا يشبع، ومغذي للأطفال. مغذي يعني فيه خضروات وفيه بيض وفيه أرز وفيه بطاطا وفيه بيض ومعدنوس يعني حاجة مفيدة، يعني من طبق كامل. تستغني كاع على الخبز، تاكلي هدايا ماشي لازم تاكلي معاه الخبز ولا. طبق مشبع، معناتها ما حاش تقدري تزيدي تاكلي معاه الخبز ولا تاكلي حاجه معاه، هذا يكفي. يعني بخصوص الاولاد في المدرسه ديريهم لهم ولا غتفرحيهم بهذا الطبق يعجبهم. دوك انا حبيت برك ندير المرق هدايا. حبيت ندير لكم مرق اللي هو قطع دجاج اللي قعد لي تاع صدر الدجاج. تحبي ديري لي كويس ديري لي كويس حسب الحاجه، وحبيتي تستغناي تماما عن المرق هدايا استغناي عليه. قلت لكم الكراتان هذاك يكفي. انا حبيت برك نشمخو شويه، نعطيكم فكره برك. عندنا صدر الدجاج قطع صغيره، عندنا بصل جاف، ثوم جاف، قليل من فلفل اسود يعني فلفل الكحل، خردل، وياغورت طبيعي. تقدري ما ديريش ياغورت طبيعي، ديري كريم فريش ولا ديري فرماج قطعه كبيره من الفرماج، ولا ديري الاثنين، ديري اثنين فرماج باش يجيك ابيض. يعني البلا تاعنا ابيض اليوم. نحطوا هاد التوابل اللي هما فلفل الكحل وبصل جاف وشويه ملح وثوم جاف. هذا واش نسحقوا في هذا الصدر يعني خفيف. نحطوا هاي التقله مليح في الزيت، بعد ما تقلى شويه نضيفوا عليها الجلبانه، نخلوا هذيك الجلبانه تشرب شويه لاصوص هذيك تاع الياغورت الطبيعي ولي زيبيس الخردل. من بعد نضيفوا قليل من الماء باش طيب لنا الجلبانه. نضيفوا حسب الحاجه، حبيتي تزيدي قطعه فرماد باش يجيك المرق يجيك خاتر ويجيك بنين، يعني تزيدي له فرماج من فوق، فرماج فوندي يعني الفرماج الابيض يجيك هايل. دوكا بعد ما يتقلى بيان نزيدوا له قليل من المعدنوس ونخلوه يتقلى بيان يتحمر شويه. من بعد ما تقلى لي بيان هكايا نضيف الجلبانه تاعنا، نضيفوا الجلبانه نخلوها تتقلى تمص، يعني تشرب شويه، تتشمخ بهذاك لي زيبيس اللي درناهم. ونحطو دوكا قليل من الماء حسب الحاجه حسب الكميه. تقدري قلت لك تزيدي قطعه تاع فرماج يجيك رائع هذا المرق، ولا تزيدي كريم فريش باش تختريه يجيك خاطر المرق. بعد ما راكو تشوفوا في هو بعد ما نشف لنا من البيض ديري بالملعقه تشوفي عبزي عليه شويه على شتيه مازال ما يطلع لك الماء الفوق. كي يكون خلاص نشف من الماء تلقاي خلاص سي بون نشف من الماء من الفوق طفي عليه. نتمنى تجربوا هاد الكراتان. صدقوني رائع هاد الكراتان، بنين بزاف، يعجب اولادكم يحبوا هكايا وصفات هادوما ناشفين.
ونتمنى يعجبكم ودعموني في قناتي باللايك والاشتراك. اللي ما شافتش قناتي اول مره تشوف قناتي تشترك، ماذا بيا تشترك وتفرحني وتسي كما يقولوا وتجرب الوصفات تاوعي. هذيك هي الفرحه، مادام تكتبي لي في تعليق انك جربتي الوصفه وعجبتك وفرحت ولادك، هذاك هو الصح عندي. ماذا بيا تجربوا وصفاتي، وما تنسونيش باللايك واشتراك اللي ما اشتركتش، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتمنى الرحمة الموتانا دايما نرحموا عليهم